البيضة الطرية يا جدعان، فرقة زيزي الفرقة العريضة ماشي، الفرقة اللي بتتاخد في المطرية منزلة صورة امبارح بعد تقديمة عبد الحميد المعالي اللاعب الجديد بتاعهم، تمام، اللي عنده 19 سنة ده. منزل حاطين تحت صورته أسد صغير، وتحت صورة بن شرقي أسد كبير، اللي هو مفاسة الصغير ومفاسة الكبير، ماشي. بينكشوا، بيندبوا، عمالين تنكشوا فينا. في تقديمة احمد شريف بيرمي البالونه الحمراء وعديناها. يانك استغفر الله العظيم يا رب، فيريرا. ما تزعلش مني يا فيريرا، انا اسف يا اسطى، بس هم بقى قلالات الادب شويه، النادي بتاعهم طبعا مش الجمهور، تمام. فيريرا بتاعهم هو بيتقدم يرمي على شعار احمر، شعار الاهلي يعني، مبلوعه ومفهومه، مهروشه، تمام. عمالين ينكشوا فينا، وستوريهات ومش ستوريهات. الصورة دي نازلة امبارح. ايه يا جدعان، في ايه؟ ما بتفكروش كده في ال90 دقيقة بتاعة الجولة التاسعة؟ ما بتفكروش يوم في الجولة التاسعة كده؟ ما بتفكروا؟ مش مقلقين من الجولة التاسعة؟ انتوا مش مقلقين من الجولة التاسعة؟ مش خايفين تنزلوا قدام الاهلي بعد اللي بتعملوه ده؟ قسما بالله انا لو منكم اخاف انزل قدام الاهلي. بحلف بالله انا لو منكم اخاف انزل قدام الكيان ده وقدام الشعار ده، بعد ما ندبته كده، وبعد ما حفلت عليه ورميت عليه، اللي هو انت ندبته، انت فاهم؟ بعد ما ندبته اخاف انزل قدامه قسما بالله، بعد ما نكشته اخاف انزل قدامه. فانتوا مش خايفين يا جدعان؟ هتتعملوا انتوا الاحسن يعني. انا لا انا عشان رحيم بيكم، انا رحيم بيكم، انسحبوا من الماتش ده. والله انسحبوا، انتوا كده كده على طول بتنسحبوا، وانتوا كده كده فرقه عريضه، تمام. فانسحبوا، مش هتيجي على المره دي، مش هتيجي على المره دي. انسحبوا كل الماتشات بتاعت الموسم ده، علشان الموسم ده الاهلي داخل بدمار دمار، تمام. فانا وجهة نظري الزمالك ينسحب من مواجهتين الاهلي في الدوري، علشان هتتاخدوا ورا مصنع الكراسي ده. تحذير وتنبيه. اللهم بلغت، اللهم فشل.